هي ليه الشهور الهجرية اتسمت بالأسماء دي؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقسيم الشهور في القرآن الكريم وقال إن هم 12 شهر من بينهم 4 حرم، بس كل شهر كان ليه سبب في تسميته عند العرب على حسب الوقت اللي هو جه فيه أو على حسب العرب كانوا بيعملوا إيه ساعتها. وخدوا بالكم من الجملة دي كويس علشان هنحتاجها قدام. تعالى بقى نشوفهم بالترتيب. شهر محرم اتسمى بالاسم ده لأنه كان محرم فيه القتال عند العرب قبل الإسلام. شهر صفر في روايتين، الرواية الأولانية بتقول إنه علشان الديار كانت بتصفر من أهلها، يعني بتفضى، لأن أهلها كانوا بيخرجوا للقتال بعد ما كانوا ممتنعين عنه في شهر محرم. الرواية التانية بتقول إن العرب لما كانوا بيخرجوا للقتال ويكسبوا في المعركة كانوا بيخلوا العدو صفر المتاع. ربيع الأول اتسمى بالاسم ده لأنه تزامن وجوده أثناء التسمية بتاعته في فصل الربيع. ربيع التاني لأنه جه بعد ربيع الأول وكان لسه فصل الربيع برضه موجود. جماد الأول علشان المية كانت بتتجمد فيه من شدة البرودة. جماد التاني لأنه جه بعد جماد الأول وكان لسه فصل الشتاء موجود عنده. هتقولي إزاي الشتاء جه بعد الربيع على طول؟ أقولك نرجع للي احنا قلناه في الأول قبل كده، إن العرب كانوا بيسموا الشهور دي على حسب الوقت اللي هي جت فيه، وبيفضل ده اسمها ما بيتغيرش بعد كده، لأنه السنة الهجرية مش ثابتة. يعني ممكن شهر هجري معين يجي في الصيف ونفس الشهر ده بعد كذا سنة يجي في الشتاء عادي جدا. شهر رجب اتسمى بالاسم ده لأنه العرب كانوا بيرجبوا الشهر ده، يعني بيعظموه أو بيقدروه. شهر شعبان فيه روايتين، الرواية الأولى إن العرب كانوا بيتشعبوا فيه للقتال بعد ما كانوا امتنعوا عنه في شهر رجب، أو لأن العرب كانوا بيتشعبوا برضه بس المرة دي كانوا علشان يدوروا على المية اللي كانت بتبقى نادرة في الوقت ده. شهر رمضان كلنا عارفين إن هو ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة، لكن المؤرخين بيقولوا إن ممكن يكون في سببين لتسميته. السبب الأولاني إن كلمة رمضان جاية من الرمداء، يعني الحر الشديد، وده لأنه تصادف وجوده أثناء التسمية بتاعته في وقت كان الجو حر فيه جدا في شبه الجزيرة العربية. الرأي الثاني إن رمضان اللي هو المطر، لأن المطر بيغسل الأرض من التراب زي ما الصيام بيغسل الإنسان من الذنوب. شهر شوال لأنه بتشول فيه الإبل، يعني الجمال بتضعف فبيجف لبنها. شهر ذو القعدة اتسمى بالاسم ده لأن العرب بيقعدوا فيه في بيوتهم مش بيخرجوا للقتال، لأن هو من الأشهر الحرم. وشهر ذو الحجة اتسمى بالاسم ده لأنه فيه موسم الحج.